كنت تعرف إن المصريين هم الشعب الوحيد اللي بيحتفلوا بعيد الحب مرتين مش مرة واحدة زي باقي العالم؟ طب يعني عمرك ما فكرت مين اللي علم الدنيا كلها يعني إيه حب وإزاي يحتفلوا بيه؟ تعالى معايا أخدك في رحلة لأعماق التاريخ هتعرف منها حكاية المصريين مع الحب واللي بدأت من آلاف السنين وسر ارتباطهم بالمشاعر والعاطفة دي لحد النهاردة. امبارح كتبت فيكي قصيدة شعر لازم تسمعيها. امبارح كتبت قصيدة شعر فيك لازم تسمعيه. والنبي. طب استنى قول بقى. مش فاكرها دلوقتي. يا راجل، في يوم 14 فبراير من كل سنة العالم بيحتفل بعيد الحب اللي هو الفالنتاين، لكن هل سألت نفسك قبل كده عن أصل الحكاية وليه العالم كله بيحتفل بيه في اليوم المعين ده؟ القصة بترجع للعصور الرومانية القديمة لما كانوا بيحتفلوا بمهرجان اسمه لوباركليا اللي كان مرتبط بالخصوبة ودخول الربيع، وكان الشباب وقتها بيقوموا بسحب أسماء البنات من الطبق عشان يكونوا شركاء ليهم وقت الاحتفال. القصة اتطورت في القرن الثالث الميلادي لما القديس فالنتينيوس ضحى بنفسه عشان خاطر الحب وعشان خاطر يدافع عنه وعن الأزواج، واتعدم يوم 14 فبراير، ومن هنا العالم كله بقى يحتفل بالحب في اليوم ده. أما المصريين بقى مش بيحتفلوا بعيد الحب في اليوم ده بس، لا احنا عندنا عيد حب خاص يوم 4 نوفمبر، ودي كانت فكرة الكاتب الكبير مصطفى أمين اللي قرر إن احنا يبقى لينا يوم تاني نحتفل فيه بكل أنواع الحب، مش بس الحب بين الأحباب، لا حب بين الأهل، الأصدقاء، الجيران، الصديق، الجار. وقال ده في مقالة سنة 1974 وفيها إن إحنا عندنا الحق نحتفل بحب الإله وحب الأسرة وحب الوطن. تفتكر ليه المصريين عندهم عيدين للحب؟ وهل الحكاية دي ليها أصول من آلاف السنين أو في حتى تشابه بين ثقافتنا وثقافة الأجداد؟ بص، يعتبر أجدادنا القدماء أول ما نحتفل بالحب، وكان بيعبروا عن حب كجزء أساسي من حياتهم، وكانوا بيوثقوا ده على جدران المعابد والبرديات. المصري القديم كان بيوصف محبوبته بألقاب جميلة زي جميلة الجميلات، المشرقة كالشمس، سيدة الأرضين، وكانوا بيربطوا بين اللون الأحمر بالحب والجمال. والوردة عندهم كان هدية رمزية جدا. بردية شستر بيتسي مثلا فيها كلمات غزل زي لقد أنار حبيبي قلبي بصوته إنه يسكن قريب من بيت والدتي ومع ذلك لا أعرف كيف أذهب نحوه. كمان عندنا قصص حب عظيمة زي إخناتون ونفرتيتي اللي خلت حبهم بجلسات تصوير مميزة، والملك رمسيس الثاني اللي بنى معبد أبو سمبل وأداه لزوجته هدية نفرتاري وكتب لها أنت التي تشرق لها الشمس. كمان المصري القديم كان بيقدس الحياة الزوجية، والوزير بتاع حتب قال نصيحة عظيمة جدا وهي أحب زوجتك بشدة، إياك والقسوة عليها فهي حقل مثمر لزوجها. كمان كان للمرأة الحقوق القانونية متكاملة زي حقها في اختيار الشريك، حقها في الميراث، حقها في الانفصال وفي الطلاق، ده غير ان الزوج كان ملزم ان هو يدفع نفقة سنوية لزوجته. وفي تمثال سن بوسن بنشوف قصة حب عميقة بين قزم وأميرة، ودي بتجسد ان الحب الحقيقي بيتغلب على كل الصعاب. كمان الادب والفن المصري كان دايما وسيله للتعبير عن الحب، ففي البرديات زي برديه هاريس في قصائد غزليه، والتمثيل المصريه كانت بتظهر تفاصيل زي تشابك الايادي بين الزوجين. وفي النحت والرسم المصري القديم كان بيظهر الحب بوضوح في كل تفصيله من الجداريات لتماثيل الملوك. في النهايه الحب عند المصريين ما كانش مجرد شغل، لكن طريقه حياه اجدادنا علمونا يعني ايه حب حقيقي، يعني ايه نتعامل مع بعض برقي وانسانيه.